السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد جوج شكيلات ديال الحلوى بعجينه وحده، يعني بساط ومكونات جد بسيطه، وحتى الشكيلات ساهلين يعني في متناول الجميع. ممكن اي واحد حتى اللي ما كيعرفش يدير الحلويات ممكن انه يديرهم. كتشوفوا كيجي المنظر ديالهم زويونين وساهلين وبساطين في نفس الوقت. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات وطريقه تحضير هذه الحلوى هذه. بالنسبة للمكونات عندي هنا واحد المارغرين 250 غرام، كنوضعها في القصرية، كنضيف لها واحد القليل من الملح، وكذلك كنضيف واحد السكر حبيبات وزن 150 غرام. يعني انا عبرت كاس ديال العنبة، وبالنسبة للعبار بالغرام يعني 150 غرام ديال سكر حبيبات. ومن الافضل هاد السكر حبيبات تكون الحبيبات ديالها رقيقة بزاف باش تساعدكم في الخدمة. كذلك عندي واحد السكر ديال كاس ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي وزن 120 غرام. كتشوفوا من الافضل ان الزبده تكون بحراره المطبخ باش تساعدنا في الخدمه ديالها. غادي ندمج هاد السكر والسكر الثقيل مع هاد الزبده مزيان حتى ينسجموا يوليو على شكل بوماد. يعني من الافضل خدموهم مزيان. من بعد غادي نضيف لهم واحد جوج كيسان ديال الزيت نباتيه. غنضيف الكاس الاول وغنحاول ندخله مزيان مع داك الزبده والسكر حتى ينسجم ليا. عاد نضيف الكاس الثاني، يعني ضيفوا كاس بكاس، ما تضيفوا جوج كيسان في خطره. ضيفوا الكاس الاول ودخلوه مزيان كي كتشوفوا. ودابا غادي نضيف الكاس الثاني، الوزن ديالو 150 مليلتر. يعني حاولوا اللي ما عندهاش يعني الميزان، انا كنعطيكم بالقياس ديال الكاس وبديال العبار. يعني انا استعملت كاس ديال العنبه، جوج كيسان ديال زيت نباتيه. غنحاول ندخل هذا الكاس الثاني مزيان مع ديك الخليط اللي عندي. من الافضل هي اي مكون ضفناه كنخدموه مزيان، عاد كنضيفوا المكون اللي موراه باش العجين كتنجح معنا 100%. دابا غادي نضيف واحد جوج ديال العلب ديال دانون الفاني، يعني الوزن ديالها 110 في كل وحده. كتشوفوا نضيف العلبه الاولى وغادي نضيف العلبه الثانيه. من الافضل يكونوا بحراره المطبخ، ما تضيفوهمش وهما باردين. وغادي ندخل هاد الدانون مزيان مع هاد المكونات هادو، وغندوز باش نضيف النواشف. دابا غادي نضيف كاس ديال النشا كي كتشوفوا 80 غرام، يعني كاس ديال العنبه عامر، يعني الوزن ديالو 80 غرام. غنحاول ندخل هاد الكاس ديال النشا مزيان مع الزبده. ومن بعد غادي نضيف الدقيق والخميرات، يعني دخلوا النشا مزيان عاد ضيفوا الدقيق. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، نوع يعني جيد، يعني الدقيق الحلويات. وعندي هنا زوج شاشيات ديال بيكين باودر، جوج خمارات، الوزن كل وحده 8 غرام. انا الدقيق ضفت غير نصف الكميه اللي سبق لي وغربلته. يعني ديما الدقيق ضيفوا شويه بشويه باش كتحكموا في العجين باش ما تقصحش لكم وما تلقاو ما ديروا لها في التالي. كتشوفوا انا ضفت نصف الكميه، ومن بعد غادي نبدا نضيف شويه بشويه حتى تجمع لي العجين، لان اصلا يعني النوعيه ديال الدقيق كتختلف، وكذلك الحجم ديال البيض. انا هزت لي كيلو ديال الدقيق، وكل وحده على حساب البيض، الحجم ديال البيض اللي استعملت والنوع ديال الدقيق اللي استعملت. يعني بقاو تضيفوا شويه بشويه حتى تجمع لكم العجين. ماشي كنعجنوها، غير كنجمعوها. العجين ديال الصابلي ما كتعجنش، غير كنجمعوها، كنحاولوا غير نجمعوها شويه بشويه حتى كتجمع لينا. كي كتشوفوا. ومن الافضل اننا نخليوها ناقصه شي شويه، حيت مازال غادي نضيفوا لها يعني الاضافات اللي غادي نضيفوا باش ما تقصحش معنا.
غادي نقسمها على جوج، وهاد المرحله يعني لكم الاختيار بغيتو تقسموها على جوج ولا على ثلاثه، يعني على حسب شحال التشكيلات اللي بغيتو تخرجوا من هاد العجين. انا خرجت منها غير جوج تشكيلات. النصف الاول غنضيف له معلقه ديال الكاكاو المر، كي قلت لكم ما تقصحوهاش، خليوها ناقصه واحد شي شويه باش تضيفوا لها هاد يعني ملي تبغيو تضيفوا الكاكاو او اي منكه بغيتو ما تقصحش معاكم. هنا كي كتشوفوا من بعد ما دخلت داك الكاكاو مزيان غادي نحاول نديرها حليبلات على هذا الشكل هذا. نحاول ما امكن انهم يكونوا قياس واحد يعني وما تغلظوهمش بزاف، حيت راه مازال غادي يتنسافقوا معاكم في الفرن. بعد ما غنسالي غادي نديرها في واحد لاطه اللي درت لها ورق الطهي او دهنوها بالزبده وتدخلوها الفرن اللي كيكون سخون. كتشعلوا عليها غير من التحت وتخليوها تطيب لكم، عاد شعلوا عليها من الفوق باش تاخذ اللون الذهبي. بالنسبه للشكل الثاني كي كتشوفوا ضفت له معلقه ديال الدقيق، حيت اللي قلت لكم العجين كانت مازال ناقصه واحد شي شويه. يعني ما هاد العجين الثاني بغيت نخليها غير بالنكهه ديال الفاني، ما بغيت ندير لها حتى شي منكه. ضفت لها غير معلقه ديال الدقيق وجمعتها، ودابا غنديرها كويرات باش غادي نطلقها في سطح العمل. يعني درت انا كويرات هكا حيت عندي سطح العمل ما كبيرش بزاف، داكشي باش درتها صغار كويرات هكا. غادي نحاول نطلقها ما بين جوج بلاستيكات على هذا الشكل هذا. حاولوا ما ترققوهاش بزاف حيت ما غادي نلاقيوها ما والو، يعني ما ترققوهاش بزاف وما تخليوهاش عاود غليظه بزاف. كناخذ انا المرشم اللي بغيتو، عندي هنايا كاوكاو كونكاسي، الا شريتوه هي هذيك صايبتوه في الدار. حاولوا انكم تغربلوه باش تحيدوا منه دوك اللي كيكونوا رقاق بزاف او مفرتين باش ما يضيعوكمش شكل الحلوه ديالكم. كي كتشوفوا انا خديت هذا المرشم هذا، يعني والمرشم كيبقى اختياري، يعني اي شكل بغيتو ديروه. غادي نقطع العجين ديالي على هذا الشكل وغادي ندهنها بالقليل من داك بياض البيض اللي وريتكم في الاول. يعني كندهن بالبياض البيض وكنوضعها في داك الكاوكاو ما محمر ما والو، يعني كنحاول نضغطيه غير بشويه باش ما نخسروش الشكل ديال الحلوه ديالنا. ضغطوا غير بشويه باش داك الكاوكاو كيلتصق مع الوجه ديال الحلوه ديالنا. انا كي قلت لكم الا صايبتو الا طحنتوه في الدار يعني حاولوا انكم تغربلوه باش ما يبقى لكمش يبقى داك المفرتت اولا داك المطحون بزاف كيضيع الشكل الحلوه. يعني ملي كيجي هكا طريفات صحيحين كيجي صراحه المنظر ديالو زويون احسن. كتشوفوا انا غنستمر هكا، غادي نهز الشكل هذا الشكل اللي قطعت انا وغندهن الوجه ديالو مزيان بداك البياض اللي عندي وغنضغط عليها بداك الكاوكاو باش كيلتصق ليا مع الوجه ديالها. وغادي نستمر هكا حتى غادي غنسالي ديك الكميه اللي عندي ديال الحلوه كامله. صراحه راه خرج ليا يعني كميه لا باس بها من الاشكال بجوج بهم. ومن بعد غادي نديرها في واحد الصفيحه اللي كذلك درت لها ورق الطهي. اللي ما كيتوفرش على ورق الطهي ممكن ان يدهنها غير بالقليل من الزيت، راه ما كتلتصق ما والو. وغندخلها كذلك للفرن اللي كيكون سخون. كنقصلوا البوطه كنردها مهيله يعني متوسطه، كنشعليها غير من التحت حتى كطيب لي، عاد كنشعليها من الفوق تاخذ اللون الذهبي. هنا الحلوه ديالي من بعد ما طابت كي كتشوفوا ما تخليوهاش تحمر بزاف باش ما تقصحش معاكم. وهذه الحلوه الاولى اللي عفوا اللي صايبت معكم كذلك حتى هي ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تقصحش معكم. دابا غادي ندوز باش نزينها. هاد الحلوه الاولى كي كتشوفوا هنا خديت الشكلاط الاسود اللي ذوبته في حمام مريم، ضفت له قليل من الزيت وغادي نوضعوه فوق ورق ديال الطهي. كتشوفوا غادي نحاول ندفع باش نحيد ديك الزوائد اللي كيكونوا عندي في الحلوه ديالي باش ما يجيش الشكل ديالها، يعني باش الشكل ديالها يبقى زوين. والشكل الثاني كذلك غادي نوضع فيه واحد الخطوط على هذا الشكل هذا ديال الشكلاط. وهذا هو الشكل الحلويات ديالنا ساهلين وبساط ودغيا كيوجدوا معنا. المكونات ديالهم جد بسيطه والمنظر ديالهم كيجي زويون. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.